تعدد الاهتمامات، التشتت، صاحب بالين كداب، محير دماغك، حشر نفسك في اكتر من حاجة. كل دي مصطلحات لحاجة واحدة بس، ان انت عندك حاجات كتير قوي بتعملها. في قانون في الدنيا بيقول معظم الناس اللي بيعملوا حاجتين مع بعض بيفشلوا. طب ليه الناس دي بتفشل؟ طب لو انا بعمل حاجتين وعاوز اعملهم صح افكر ازاي؟ او لو مش عارف اوفق بين حاجتين اختار مين فيهم؟ هي دي حكاية النهاردة. انا محمد ثروت وده اخر فصل في الكتاب، خليك معايا. السلام عليكم. علشان نبقى متفقين كده من اولها، في فرق كبير قوي بين تعدد الاهتمامات وتعدد الاهداف. تعدد الاهتمامات يعني انت عندك حاجات كتير قوي شاغله بالك على الفاضي، محصلتها كده في الاخر صفر، يعني بلاي ستيشن، فيسبوك، افلام، مسلسلات، حكايات، اي حاجه بتضيع وقت. ممكن تكون اهتماماتك حلوه زي قرايه الروايات او لعب الشطرنج مثلا، بس بعد كده وصلت لاي حاجه ولا اي حاجه خالص. اسمع كده الكلمتين الحلوين اللي قالهم ستيف هارفي دول: اختار من الاهتمامات من ياتي بالمال في المستقبل. يعني ايه؟ يعني انت بتحب المزيكا، قاعد تتمرن مع اصحابك ليل ونهار، خليها هوايه لحد ما يجيلك يوم تلعب مزيكا بفلوس. بتحب الخشب والنجاره، دماغك شغاله قوي في الحته دي، ينفع قدام تفتح ورشه صغيره لنفسك تجيب الفلوس اللي انت عاوزها. طيب غير كده اللي تحصل. طب الاهداف هي الحاجات اللي انت عاوز تحققها في المستقبل. قبل ما تسرح بخيالك لبعيد، الحاجات دي مش لازم تبقى كلها حاجات كبيره. اصلا ما حد يسمع كلمه هدف على طول يحط جنبها كلمه مليونير او حتى مدير شركه. ان انت تتجوز وتخلف ده هدف، تلعب رياضه ويبقى جسمك حلو ده هدف، تحفظ القرآن ده اكبر هدف. الاهداف كتير قوي، بس مشكله الحته دي ان انت عاوز اكتر من هدف ومش عارف تحقق ولا هدف فيهم. طب لو عندي اهتمامات كتير كلها بتخدم هدف واحد، كده اقول لك ان انت اصلي وبدات تفهم صح. خد المثال ده: هدفك تسافر كندا، تفتح الويب سايت بتاعهم تلاقيهم بيدوروا على شغلانات معينه بخبره معينه، فتشغل دماغك زي البرنس وتختار شغلانه منهم تتعلمها. تفتح الويب سايت تاني تلاقيهم عاوزين انجليزي بشكل معين، وكمان عاوزين شهاده ايلتس بدرجه معينه، فانت تتعلم الشغلانه وتهتم ان انت هتاخد كورس انجليزي محترم. تفتح الويب سايت تاني تلاقيهم عاوزين كورس فرنساوي كمان، وانت بتتعلم الشغلانه وبتاخد كورس انجليزي تهتم كمان ان انت هتاخد كورس فرنساوي. فانت دلوقتي هدفك واحد، ان انت تسافر بره، بس اهتماماتك كلها بتخدم الهدف ده. اللي بيفكر كده على طول بيكسب، وغالبا هتلاقي نفسك نجحت ان انت تسافر بره. حاجه كمان مهمه قوي، تلاقي شباب تانية متخيله ان هي علشان تبقى جامده او تشتغل في شركه انترناشونال فتقعد تحشي السي في بتاعها بحاجات كتير قوي بتعرف تعملها، زي مثلا بعرف اشتغل تحت ضغط، فاهم قوي يعني ايه تيم وورك، بص بقى بعرف اساعد التيم وورك بتاعي كويس، لعيب جدا في حل المشاكل، حريف قوي في ان اطور الشغل، صنايعي جدا في اني اوفر للشغل وقت وفلوس. لو انا مكان الراجل اللي بيبص في السي في بتاعك دلوقتي، ومفترض معاك ان انت مش كذاب، لو انت فعلا بتعرف تعمل كل الحاجات اللي انت كاتبها دي، انا هبقى متاكد ان انت مش جامد فيهم كلهم. يعني حاجتين 3 بالكتير، والباقي هعتبرها زينه للسي في. عاوز تعرف هتاكد ازاي؟ هبص على الاماكن اللي انت اشتغلت فيها قبل كده. لو انت لسه متخرج فانت اكيد كذاب. طب لو اشتغلت في شركه على قدها لمده سنه فانت برضه كذاب. طب لو اشتغلت في 5-6 شركات انترناشونال ورحت فروعهم في مصر وبره مصر، ممكن اصدقك واعمل لك انترفيو. فانت لو كتبت ان انت جامد قوي في السي في وانت مش كده، الموضوع ده هيضرك مش هيفيدك. ترجع بعد كده تستغرب هي الشركات مش بتكلمني ليه. نقطه كمان مهمه قوي اسمها الموبايل. هي كل البرامج اللي عندك على الموبايل ليها لازمه في حياتك؟ الاجابه طبعا هي لا. طب يعني انا دلوقتي لو سالت تليفونك ايه اكتر برنامج انت استخدمته الاسبوع اللي فات، اكيد الاجابه مش هتخرج من 3: فيسبوك، انستجرام، تليجرام، وممكن كمان تيك توك يدخل معاهم. المشكله اللي انت كل اللي بتعمله على البرامج دي هلس وملوش اي لازمه. يعني مش لازم تتابع على الانستجرام 319 واحد او واحده كلهم هلس، تابع بس 5 هلس ودخل واحد محترم في الموضوع، هتلاقي الدنيا شكلها اتغير معاك خالص. الناس الكتير قوي دي هي اللي بتشتتك. نقطة كمان مهمة جدا، معظم الناس الجامدة اللي احنا بنقول عليهم متخصصين هتلاقيهم فاهمين في حاجة واحدة أو 2 بالكتير. زي مثلا لما تدور على تخصص طب معين هتلاقي الدكتور ده فاهم في حتته بس، ولو سألته طب أنا عندي تعب تاني هيقولك مش بتاعتي. سؤال مهم هنا، طب احنا ليه بنقعد كل شوية نغير اهتماماتنا وكل يوم نطلع باشتغالة جديدة نشتغل بها نفسنا؟ علشان المخ مش عاوز يصبر، قاعد كل شوية يسوحك، يخليك تروح بخيالك. بقولك ايه، عارف انت لو عملت دي هتبقى جامد قوي فيها، والنتيجة هي صفر. المشكلة اللي انت بتصدق الكلام، ولو سألتني عن النتيجة هقولك خسرانة وبالسالب كمان، لان انت ضيعت وقت ومجهود وفلوس. نطلع من ورا الكلمتين دول بايه؟ ان تعدد الاهتمامات مش ميزة، ده عيب.
لان المطلوب ان انت تبقى جامد في الحاجه اللي انت بتعملها، وانت شاغل نفسك بقى بحاجات كتير قوي مش هتبقى جامد ولا حتى هتبقى نص نص، اخرك هتبقى عندك فكره عنها. خد الحته الحلوه دي كمان، ساعات لما بتبقى بتعرف تعمل حاجتين او ثلاثه تشوف ان انت مفيش زيك، دماغك توديك ان انت جامد قوي، فدماغك برضو تخليك ما تتعلمش حاجه جديده او حتى تتعلم اكتر في اللي انت بتعرف تعمله، ما انت جامد بقى وانت عادي خالص زينا وعلى الله حكايتك كمان. بس انت مشكلتك ان انت مش عارف تفهم نفسك صح. انت تعبت واتعلمت حاجتين او ثلاثه، اهدى بقى وزود عليهم كده هتبقى انت ماشي صح. نقطه كمان مهمه، ينفع يبقى عندي حاجات كتير وجامد قوي فيها؟ وكلمه جامد هنا معناها ان انا صاروخ فيها وجايب اخرها؟ الاجابه هي لا. مش هتلاقي لاعب تنس محترف وعالمي وبيلعب سكواش وبطل في الاتنين، مع ان الاتنين لعبة فردية والاتنين بمضرب. هتلاقي البطل ده بطل تنس بس بيعرف يلعب سكواش. بالظبط زي المزيكا، هتلاقيه صاروخ جيتار او كمان وبيعرف يلعب بيانو. انا مش بقفل الدنيا في وشك، انا بس مش عاوزك تعمل مجهود على الفاضي. طب تعالى بقى نحل ونرتب مع بعض. بالنسبة للاهداف احنا اتكلمنا عليها كتير قوي ولسه هنتكلم تاني كمان. طب الاهتمامات وكلامي على الدغري، انا مش هضحك عليك. اهتم بالحاجة اللي تجيب فلوس، يعني اهتم بشغلك واللي حواليك. يعني انت مش جامد قوي في شغلك بس مهتم بالطاولة والاستيميشن، طب ما تهتم بكورس حلو يخليك احسن في الشغل، بلاش كل ده. اهتم ان انت تنام بس بدري علشان تروح الشغل بدري، والناس اللي معاك تبطل تقول عليك الباشا اللي بيتأخر كل يوم وهو وصل خلاص، خلصت دي. اهتم باللي ممكن يجيب فلوس، يعني انت شغال محاسب في بنك بس بتحب الجرافيك والرسم، زود نفسك فيهم، ممكن الحاجات دي قدام تجيب فلوس كويسة في المستقبل. واحد تاني شغال في شركة بس عاوز يفتح مشروع لنفسه، اللي زي ده يهتم بدراسة السوق، التجار المنافسين، دورة الفلوس، التسويق، اي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده. طيب دي كمان خلصت. اهتم باللي يعمل لك كل ده، اهتم بصحتك، بالرياضة، الاكل الصحي، النوم بدري، اي حاجة تخلي صحتك احسن. طيب دي كمان انت عملتها براحتك بقى، زي ما دماغك توديك. عاوز تقرا كتب براحتك، عاوز تقعد على القهوه برضه براحتك، انت خلاص خلصت المهم، الباقي بقى زي ما تحب. بس بلاش مخدرات والنبي. لو الحلقه عجبتك شرفني ان انت تشترك في القناه وكمان الجرس في طريقك علشان الجديد. انا محمد ثروت وده اخر فصل في الكتاب، اشوفك بكره احسن من النهارده.